كوكو، السلام عليكم. المهم انا في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش تاخذوا رونديفو من القنصله ديال اللي كاين هنا في اسبانيا. كيفاش ياخذ رونديفو كتجيو لجوجل كروم هكا، كتبركوا عليه سبيرا مومنتو حيت كنت داخله فيها. كديروا في ريشيرش ار دي في رونديفو قنصله بوال ام ا. كتبركوا على اول رابط هكا صافي. كتدخلكم الصفحه ديال القنصله. الا بغيتو ديروا اللغه العربيه ديروها هكا. هنا كيقول لكم ديروا الايميل ديالكم وكلمه السر. انا ندخل الايميل ونرجع لكم. من بعد ما كندخل الايميل والمود باس كنكليكي على هذا السهم وعلى هذا الا بغيت نحتفظ بالبيانات. صافي ملي كديروا الايميل والمود باس ديالكم كتدخلوا لهاد الصفحه هذه. كتلقاو هادو ما كتلقاوش عندكم هاد الارقام حيت كتكونوا اول مره. طلب الموعد كديروا هنا فين كاينين اسبانيا. القنصليه اللي غادي تمشيو ديروا فيها المعلومات اللي باغيين. القنصليه لمدريد، الاولى بخيرونا، بيلباو، فالنسيا. المهم الجهه اللي نتوما فيها غديروا انا فالنسيا. كديروا موافق. القنصليه العامه نعم كنأكد طلبي. اختيار المستفيد، شكون اللي غادي ياخذ سيتا يعني ليك ولا لحد مستفيد جديد كدير ليك. انا غندير مستفيد جديد حيت الا درت ديالي غتلقاو المعلومات وانا خصني نوريكم كيفاش ديروا المعلومات. كتسجلوا في القنصليه. كديروا الا كنتو اول مره غادي تمشيو للقنصليه تاخذوا ورقه ولا تصايبوا شي حاجه. المسجل في القنصليه كدير لا. الا كنتي اول مره غتمشي كدير لا ما مسجلش. هنا كدير الاسم العائلي ديالك. هنا الاسم الشخصي، هنا اسم الاب الشخص واسم الام والجنس ذكر او انثى. مثلا كديروا ذكر ولا انثى اللي كان. اعزب متزوج ولا كديروا متزوج ولا اعزب ولا شنو نتوما. الولاده لا اتوفر على. المهم الا كانت عندكم تاريخ الميلاد كديروا مثلا 2000. اليوم مثلا في 1 شهر 1 اليوم مثلا 2000 ولا 2000 ولا 1900 ولا. المهم كنديروا 2000. البلاد كديروا المغرب. ها هي المغرب كديروا مثلا المغرب. البطاقه الوطنيه كديروا مثلا كديروا الرقم ديالكم مثلا هكا. كتشوفوا فوقاش غتقاد لكم عندكم نهايه التاريخ ديال البطاقه الوطنيه كديروها مثلا 2030. كان 2030 غتقاد لكم كديروا داك التاريخ هكا. المهم كديروا بيانات الاقامه العنوان الحالي. مثلا عندنا فين كاينين في اسبانيا مثلا بلباو هكا. مثلا كاينين في مدريد كديروا مدريد بلد الاقامه. كتوليو تقلبوا مثلا المغرب ولا فين كاينين ولا الجزائر ولا فين كاينين المغرب. كديروا 12000 هكا اللي عندكم في المدينه ديالكم. عنوان البريد الالكتروني كديروا العنوان ديال البريد الالكتروني ديالكم والرقم الهاتف ديال اسبانيا ولا المغرب فين كاينين نتوما اللي كتستخدموه. كتضغطوا على المعلومات كاملين. كانوا صحاحين كيديروا لكم كلشي مزيان. كان غلط ما كدوش هذه كيرجعوك تلقى داكشي اللي بالاحمر راه غلط ما دايش. المهم انا نقادهم باش يدوزوا ليا ونكمل معكم. صافي ملي كتلقاو ديك المعلومات صح كتدخلوا المعلومات كيكونوا صحاحين. كديروا المعلومات كلهم صحاح. كتدخلوا لهاد الواجهه هذه. مرحبا بكم في فضاء القنصليه. كتاخذوا الخدمات شنو باغيين. كديروا الخدمات انا دايره يعني طلبتهم. الخدمات اللي باغيين نطلبوا بحال هكا. المواعيد التي طلبتها استئناف. هنا المواعيد اللي كتطلبوها دابا اللي داخلين نطلبوا الموعد. هنا كيكون الاسم وداكشي ديالكم اللي كتكون هذاك الخدمات كتجيو لهذا الستيلو هذا. كتمشيو للخدمات اللي باغيين. البطاقه الوطنيه، التعريف، الشهاده، السوابق، نسخه من السجل العدلي، الحاله المدنيه، العقود، الوكالات العدليه، التصديقات المطابقه، النسخ الاصول، الشواهد، الجنسيه، ترحيل. المهم هاد الخدمات ملي كتبركوا عليهم كتبركوا على كتلقاو اجازات اخرين. كتلقاو طلبات اخرين شنو باغيين يعني ديروا. اختيار الخدمات هي المستفيد كيكون السميه والكنيه ديالكم والسميه والكنيه ديالكم وطلع داك المعلومات ديالكم اللي دايرين. المهم كتجيو الخدمات كتعطيو الخدمات اللي باغيين ديروا. حنا باغيين نديروا باغيين نطلبوا سيطه على الوكاله نوكلوا شي واحد من عائلتنا. كنديروا تصديقات المطابق، النسخ، الاصول. هنا عقد توافق على الطلاق، تصديق على شهاده السكنه، موافقه الابوين، تصريح بالشرف تحت منها هاد
مجموعه هذه تصحيح الامضاء، كتكليكيو عليها، هي هي كتخلصوا عليها 50 درهم 5 اورو. هذه هي اللي كتكليكيو عليها هكا، كتكليكيو عليها كتدخلوا هنايا فوالا. ملي كتدخلوا لهاد الواجهه، هاد الصوره اللي غيعطيونا دابا، صافي ملي كتاخذوا هاد الخدمات هي مجموع الرسوم الواجب اداؤها 50 درهم. كتحطوا هنا كتلقاو الوثائق المطلوبه، يوليو يديروا سميتكم هنا المستفيد اللي طلبتوا، السميه اللي طلبتوا بها السيده، الوثائق، البطاقه الوطنيه الالكترونيه المغربيه، الوثائق المراد التصديق على التوقيع عليها. هاد الوثيقه هذه الاولى، البطاقه الوطنيه الالكترونيه، غادي تصوروا البطاقه ديالكم، غادي تبركوا هنايا. هذه كتشوفوا غير شنو كيطلبوا لكم، تقديم البطاقه الاصليه ديالكم اللي غتوكلوا، يعني البطاقه ديالكم اللي غادي تقدروا توكلوا شي واحد من عائلتكم ديروا الوكاله الاصليه. ثاني كيقول لك الحجم ولا باش الحجم ديال البطاقه هي راه معروف. كتقبل كتدخلوا لهنا، كتدخلوا لهاد، كتكليكيو على هذا كتاخذوا الصوره ديال البطاقه ديالكم. ملي كتدخلوا لتصويره البطاقه الالكترونيه ديالكم كتجي هذا الخط بالاحمر 100%، يعني التصويره مقبوله 100% وصحيح التصوير ديالها كلشي مزيان. كيعطيوكم داك العين وداك الستايل هذاك الا بغيتو توليو تمسحوها بهذاك الستايل اللي كتشرموا فيه، وداك العين بغيتو تدخلوا تشوفوها تاكدوا. هذه الوثيقه الثانيه، وثيقه المراد التصديق على هذه الوكاله اللي كديروا لعائلتكم، غادي تمشيو للقنصليه عليها وتوثقوها وتطبعوها وترفعوا على عائلتكم. كتكونوا كاتبينها بوحديتكم، لا كتكون عند لوكوتاريو مكتب عند كاتب عمومي، يعني كتكتبوها ولا راسكم كيعرف يكتبها راسو ماشي مشكل. دابا التليفون كلشي كتعرفوا ديروا اي حاجه فيه. هنا كتوليو عاوتاني حتى كتكليكيو هنا طاميه هكا، كتاخذوا التصويره، يا اما كتصوروها ديريكت يا اما كتاخذوها من فوتو. يعني صافي هاد جوج حوايج هادو هما ان شاء الله مقبولين 100%. درنا داك جوج وثائق. كتكملوا الطلب ديالكم، يعني كتاخذوا سيته تسجيل طلب مؤقت اللي كنتم متاكدين شنو بغيتوا تخليه مؤقت ترجعوا ليه، بغيتوا ارسال الطلب للقنصليه كتبركوا عليه هنايا. دابا انا غادي نصيفط الطلب ان شاء الله. صافي ديك الساعه كيشوفوا الوثائق واش هما هادوك كيردوا عليك بلا الطلب تقبل 100%، وكيعطيوكم الاختيار ديالكم، كتختاروا النهار والساعه وفوقاش غادي تمشيو للقنصليه. كتشوفوا نتوما الوقت اللي مناسبكم، يعني كتاخذوه. دابا هو في طور التحميل، يعني غادي يشوفوا الوثائق واش هما هادوك، غيردوا عليا يقولوا لي الطلب داز، غادي تقدري تاخدي النهار اللي باغا تجي فيه. الا قدر الله ما داش الطلب كتولي تراجعي داك الصور اللي صورتي وداك المعلومات، يعني ان شاء الله كلشي كيكون صحيح 100%، حيت كدوزو مرحله بمرحله. كتكون شي حاجه خاطئه كيعطيو لكم الحمر كتصحوها، كانت مزيانه كدوزو، يعني الطعام كيكون دايز 100% ان شاء الله، غير على حسب الوثائق اللي كيكونوا هما هادوك عاد كيكونوا كيراجعوهم في هذه المرحله الاخرى، عاد كيقبلوا لكم الطلب. وان شاء الله التوفيق للجميع. مع دابا كاين الاكتظاظ ديال هذا السيطه، كلشي كيدير وكاله لعائلته باش يصوبوا ليه الورقه ان شاء الله من المغرب. اللي محتاج شي ورقه، محتاج محتاج اي حاجه ان شاء الله كيصوبوا ليه عائلته، كيديروا لعائلاتهم وكاله كيوكلوهم ويصوبوا لهم شنو محتاجين. وتوفيق الجميع ان شاء الله. وهذه هي الطريقه، ما عندكم لاش تمشيو تخلصوا 10 اورو على السيطه تاخذوها راسكم. مع ملي كيشوفوا شي حاجه مطلوبه هذه كيغليو في السيطه، هيلو كوتوريو يقبط لكم السيطه كيبقى غالي، وهذيك الطلب تكتبوه راسكم ما يحتاجش تمشيو تخلصوا عليه. وكلشي ساهل، خص بنادم يعرف كيفاش يعامل. المرحله الاخرى كيصيفطوا لكم في الايميل بلا الطلب ديالكم تقبل، يمكن لكم تاخذوا النهار اللي بغيتو تمشيو فيه والساعه. تبع الطلب الحصول على الموعد لدى المصلحه القنصليه، نديروا اختيار التاريخ والساعه اللي كيناسبكم. صافي كتكليكيو على داك الرابط، كتدخلوا هنايا كتلقاو البلايص اللي في النهار اللي بغيتو تاخذوا فيه، حيت النهارات الاولين كيكونوا عامرين حيت كلشي دابا كياخذ داك الموعد شي تاع على الوكاله. صافي كتختاروا النهار اللي بغيتو، الا كان في 16 كتلقاو كيبداو مع 9. صافي كتشوفوا النهار الا بغيتو كنتو بعد ما توصلوش بكري، خذوا داك الاخرين مع 12 ولا الوحده ولا الجوج 3 هي الاخرى كيساليو مع الاخر، كيبداو مع 9 كيساليو مع 3. صافي من خديت السيطه قبلوا عليا قالوا لي خديتي انتم على واش كتاكد الموعد للتاريخ، خديتها في 2/11. كتاخدي النهار اللي بغيتي، مثلا انا خديت 2/11 مع الوحده. صافي كديري تاكيد الطلب. صافي اخر مرحله من كيقبلوا لكم الطلب كيجيكم ميساج في الايميل على هذا الشكل هذا من عند القنصليه، كيقولوا لكم بلا الطلب ديالكم تقبل، وكيعطيوكم هنايا هي في الاول 13، يعني الوحده عندكم نهار 11 في شهر 2 مع الوحده. كيعطيوكم المعلومات وعلاش السيطه خديتو رونديفو علاش. وهنايا اللي مدركه هنا المعلومات ديالكم التسميه ورقم لاكارت والكنيه ديالكم. صافي هذه هي المرحله الاخرى، وبالتوفيق وبسلامه.